السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في مطبخ أميرة الشرق. جبت لكم هذه الوصفة خصيصا لوليداتكم باه تفرحوهم في هذه العطلة الصيفية. تارتة بالمول الأسطوري وبالفواكه محشية من الداخل وبنة ولا أروع. إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها لوليداتكم على بالي يفرحوا بها باه تنجحوا فيها. ما عليكم تشوفوا الفيديو للآخر وما تبخلوش عليا بجمال لا فيديو وخليوا لي رايكم في الكومنتير وبارطاجيوها مع كامل حبابكم باه يستفادوا. وبلا ما نطول عليكم نروح نشوفوا كيف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، نبداو على بركة الله. شوفوا البنات، عندي هنايا 2 حبات بيض، يكون البيض تاعكم كبير ما يكونش يعني صغير. لعاد عندكم صغير ديروا 3 حبات. هنايا راح نفصل البيض عن الصفار، يعني البيض راح نديروه في الغيسيبيون، اما الصفار ديروه في صحن. من بعد رايحين نحتاجوه. نضيف قرصة ملح تكون مليحة باه تعدل لنا الذوق. من بعد نجيبو ضراب الكهربائي ونضربو البيضة تاعنا. هنا ضربوا البيضة تاعكم مليح حتى يضاعف الحجم تاعو ويولي يعني على شكل ثلج. وكما قلت لكم البنات، يعني لازم يكون الغيسيبيون تاعكم ناشف باه يعني تنجح لكم الوصفة. هنا طلعوا البيضة تاعكم بيض مليح كما راكم تلاحظوا، يعني راهو ولا على شكل ثلج، يعني ضعف الحجم تاعو ويجيكم كمنقار كيما هكا. دونك نضيفوا السكر. بالنسبه للسكر راح نكيلو لكم انايا بالكاس هذا، يعني راح نكيلو لكم بالملعقه وبالكاس. راح نديرو 3 مغارف كبار من السكر. شوفوا البنات، كي كيلت بالكاس راح تتحصلوا اقل من النص غير بشويه كيما هكا. هنا نجيب الضراب الكهربائي مرة ثانية، نخفق البيض وراني نكب في السكر، يعني كبوا السكر تاعكم بالتدريج وطلعوا البيض تاعكم حتى تحصلوا على شكل ميرينغ، يعني حتى تخلصوا كامل السكر. كيما راكم تشاهدوا يعني خلصت السكر تاعي وقعدت يعني نضرب في الخليطة تاعي. هنا ضفت مغرفة صغيرة من لافاني وقعدوا يعني ضربوا الخليطة تاعكم مليح حتى تتحصلوا على منقار العصفور. شوفوا يعني المنقار العصفور تتحصلوا هكا، وكي تقلبوا الغيسيبيون رايح ما يطيحش معاكم. يعني شوفوا لازم تتحصلوا على هذه النتيجة. دركا راح نضيف الصفار البيض. بالنسبة للصفار البيض راح نضيف 1. من بعد نضربها مليح. من بعد نضيفو الثانية. هنا لازم نضيفوها كامل، نزيدو نضربوها ايضا. البنات يعني لازم تتبعوا معايا كامل المراحل اللي راني ندير فيهم باه تتحصلوا على هذه لاجينواز. نزيدو نضيفو 3 مغارف كبار من الزيت العادي. دونك رايحه ندخل الزيت مع كامل المكونات باه ينزمج مع كامل المكونات. صراحه البنات لاول مره راح دير لاجينواز راح تصلح لها، باسكو راني مديت لكم المقادير مضبوطه، واللي متشهيه يعني الباتيسري تنوض ديرو يعني ساهل ماهل. دركا راح نضيفو النواشف. بالنسبه للنواشف راح نضيف 3 مغارف كبار من الفرينه. لازم تغربلوهم، لازم تكون الفرينه تاعكم مهويه، يعني لاجينواز تاعكم لازم تكون الفرينه تاعكم مهويه. دونك نجيب سباتشيل وندخل الفرينه مع البيض يعني مع كامل المكونات. هنا لازم كي تخلطوهم ديروا كيما انايا باه ما تهبط لكمش يعني الخليطه تاعكم. لازم ديروهم كيما هكذا، ولازم تدخلوا الفرينه مليح. يعني هنايا راني مزربه شويه الفيديو، نتوما ديروا بالعقل وديروا بهذه الطريقه. انا جبت هذا مول الاسطوري، القياس تاعو هو 35×10. درت البابي كويسون وعلى الجوانب درت قليلا من المارغرين باه لاجينواز تاعي ما تلصقش على الجوانب. واللي ما عندهاش البابي كويسون تدهن المولة تاعها غير بالمارغرين، واللي عندها من الافضل دير البابي كويسون رايح يساعدها بزاف. دونك نفرغ كامل الخليط تاعي في المول بهذه الطريقه. دركا رايحه نستف كامل الخليط تاعي، يعني ستفوه مليح في المولة تاعكم. ولا هنا البنات رايحه نجيب سكين ندير هذه الطريقه. لعدت عندكم عود الشواء ديروا عود الشواء، ولعد عندكم كيردو ديروا الكيردو باه يجي كامل على استواء واحد، ما تجيش يعني جهه طالعه وجهه هابطه.
دونك ندخلو في الفرن بعد ما سخنته بدرجة حرارة 160 درجة. راح نحطوه في الوسط ونشعل عليه من تحت. انا خليته مدة 30 دقيقة، يعني يكون تحلو عليه قبل يعني 20 دقيقة راح يهبط معاكم. هنا لازم تخليوه يطيب حتى تشوفوا يعني حمار شوية من الفوق، زيدوا شعلوا له من الفوق غير يحمر شوي وصاي. هنا راح نقطع الجوانب باه نحي لاجونواز تاعي من السنيوة. شوفوا البنات كي نحيت البابي كويسون يعني ساعدني بزاف بالبزاف. هنا البنات شوفوا يعني لاجنواس تاعي جات ما شاء الله، جات هايله. يعني نقول لكم غير ديروها في الدار، على بالكم واش راكم تاكلوا، يعني احسن من برا. دونك راح نقطعها، راح نقطعها بالموس تاع المنشار. لازم تقطعوها بالموس تاع المنشار باه تجيكم يعني فيني. ملاحظة هنا فقط البنات، يعني قبل ما تقطعوا لاجينواز تاعكم خليوها تبرد تماما، يعني خليوها تبرد مدة ساعة ولا 2 سوايع وباه تقطعوها. شوفوا كيف جات متساوية وبيان فيني. درك نروحوا للكريمة. بالنسبة للكريمة انا درت هنايا كاس عصير برتقال، يعني عصرت البرتقال ودرت كيس بومبي تاع كريم شانتيي، يعني كيس كامل تاع كريم شانتيي. يعني هادو المقادير راهم مضبوطين، يعني بقات لي غير شويه من كريم شانتي. جيبوا ضرب كهربائي وضربوا الكريم شانتي تاعكم مليح مليح. كما شاهدتوا البنات انايا طلعتها بكيس تاع عصير تاع تشينا. تحبوا ديروا عصير اللي يتباع من برا، تحبوا ديروا الحليب، تحبوا ديروا الماء، يعني لكم الاختيار. انا يعني كي درتها بالعصير تاع البرتقال جات يعني ولا اروع، يعني الذوق تاعها ما شاء الله. نضربوا الكريم شانتيي مليح مليح باه تضاعف الحجم تاعها. بالنسبه للكريم شانتيي اللي استعملتها هي كريستال، من بعد راح نعت لكم لا مارك تاعها. يعني بالنسبه يعني الاخت ام شعيب ديما تقولي واش من كريم شانتيي اللي راك تديري بها، يعني هذه كريم شانتيي يعني ولا اروع، يعني راح تعطي لكم نتيجه ما شاء الله. انا ديما يعني ندير بها وفيها 2 كيلو. بالنسبة اللي راهم يديروا المشاريع يديروا بها، يعني راح تعطي لهم يعني نتيجة ما شاء الله. دونك نقسم كريم شانتيي اللي نحشيو بها واللي نغطيو بها لا تارت، والباقي رايح نزين به ندير به لي غوزاس لا تارت تاعي. كما راكم تشاهدوا البنات انا راح نشرب لاجينواز تاعي. بالنسبه انايا شربتها بالعصير البرتقال، تحبوا تشربوها بالحليب شربوها، تحبوا تشربوها بالعصير تاع المحلات تشربوها، تحبوا تشربوها بالسيرو وتخدموا السيرو ماء وسكر شربوها، يعني لكم الاختيار. انا جبت كريم شانتيي درتها في بوشادوي يعني باه تسهل لي الخدمه، يعني اللي تحب دير بالملعقه دير بالملعقه، من الاحسن يعني دير بالبوشادوي راح تجيها يعني الخدمه منظمه. هنا البنات اللي عندها هذه الاداه دير هذه الاداه، واللي عندها يعني السكين تاع المنشار دير بالسكين تاع المنشار، يعني حاجه يعني تكون كبيره هكا. يعني تعدلوا كريم شانتيي تاعكم باه ديروها على استواء واحد وتجي بيان فيني. من بعد درت كريم شانتيي على الاطراف بهذه الطريقه باه نحشيها في الوسط. بالنسبه انايا راح نحشيها بتوفيا كابريز، راني درت الوصفه في قناتي، راح نخلي لكم الرابط في اول تعليق. هنايا راني جيت شويه خفيفه، درت لها قليلا من الماء باه تجيني شويه خفيفه. هنايا ستفوها كامل في الوسط، واللي تحب يعني تغطي توفيا كابريز بالكريم شانتيي تغطيها. انا هنايا راني ما غطيتهاش، درت يعني الجينواز تاعي مباشره فوق توفيا كابريز بهذه الطريقه باه الوجه تاعها يجي من تحت باه ما يجينيش ليس. من بعد تجيبوا كريم شانتيي ديروا في كيس حلواني وديروا بهذه الطريقه، يعني راح نغطي كامل تارته بالكريم شانتيي. اللي عندها هذه الأداة دير بهذه الأداة، واللي عندها يعني موس تاع منشار تقدر تستعمل به. المهم على بالي بلي رايحين تسلكوا راسكم ورايحين تغلفوا كامل التارته تاعكم. قولكم البنات غير جربوها، يعني راهي روعه في البنه، وفرحوا وليداتكم في هذه العطله، يعني بعد يعني مده عام وهما راهم يقراو وتعبانين وكل شيء، غير فرحوا وليداتكم بهذه التارته رايحين يفرحوا بها بالبزاف. انا حبيت يعني نديرها في هذو الايامات تاع العطله.
باه ديروها وتفرحوا وليداتكم. يعني ماهيش شي حاجه، يعني مول صغير وانتم راكم رايحين ديروا تارته هايله، يعني روعه في المذاق. هنا جبت كاوكاو ايفيلي، حمصته ودرته على الاطراف، يعني البنه تاع بكري. الباتيسري تاع الكاوكاو راح يجيكم روعه. وراح نزين التارته تاعي بالفواكه. يعني انا البنات هذه التارته حبيت نديرها يعني في هذو الايام تاع العطله، يعني باه نفرح الوليدات اللي رايحين يديو العطله. ان شاء الله ينجحهم ربي كامل، باسكو راهم يديروا في الامتحانات. ربي يوفقهم كامل ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا البنات، يعني راني درت الكاوكاو ايفيلي بهذه الطريقه، يعني راهي مفهومه. من بعد راح نزينها بلي غوزاز تاع كريم شانتيي. شوفوا المول اللي راح ندير به لي غوزاز، راح ندير لي غوزاز بهذه الطريقه. ما تتقيدوش يعني كيما انايا، يعني ديروا لي غوصاص كيما هكذا ولا بطريقه اخرى، يعني لكم الاختيار البنات. كل واحد والذوق تاعها. هنا البنات راح نزينها بالفواكه. عندي قليله من لي سوريز، شويه تاع فريز يعني الفراوله، نيكتارين، الخوخ، برتقال، يعني الشي اللي عندكم ديروا به. يعني ما تقيدوش يعني كيما انايا. المهم يعني اي فاكهه اللي عندكم تحبوا ديروا الفاكهه. هنا درت البرتقال على شرائح، ودرت هكذا الفراوله، زدت زينتهم بلي سيريز. يعني ما تقيدوش كيما انايا، يعني الجود بالموجود، يعني الشي اللي عندكم ديروا به. المهم فرحوا وليداتكم. وفي الاخير اللي عندها لاجولي دير لاجولي، واللي ما عندهاش العسل كيما انايا دير العسل، يعني باه تعطي لكم لمعه للفواكه كيما هكا. سي بيان سور البنات راح نقطع معاكم مرصو باه تشوفوا مصداقيه الوصفه، يعني راح تجيكم هايله. نتمنى يعني من قلبي يعني تجربوها لوليداتكم وتعجبكم. شوفوا كيف جات محشيه بالتوفيا كابريز، جات هايله ولا اروع. نتمنى من قلبي تجربوها لوليداتكم وتفرحوهم في هذه العطله. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجيم ورايكم في الكومنتير، واللي دخلوا اول مره لقناتي نقولكم اضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي. معليا نخليكم على خير الى وصفه اخرى. سلام.